كتفكر تشري موطور ولا ديجا عندك شي واحد ولا غير بغيتي تدخل تفرج تشوف شنو هما السلبيات والايجابيات ديال الموطور؟ في هاد الفيديو هذا غادي تعرفهم ان شاء الله. تبع معايا الحلقه حتى الاخر وغتخرج فيها. نبداو بالايجابيات هما الاولين. شوف الدماغ ديالنا فاش كدير شي حاجه زوينه كيفرز واحد الهرمون الدوبامين. هذاك الهرمون الدوبامين كيخليك تعاود ديرها مره اخرى ديك الحاجه، واش فهمتي؟ يعني بحال نقول لك بليه، واش فهمتي؟ عاد ركب الموطور المره الاولانيه تبغي تعاود تركب مره ثانيه، عاد تركب مره ثانيه تعاود تركب مره ثالثه، واش فهمتي؟ يعني كتبلا. هذه اول حاجه. بليتو بليه زوينه، واش فهمتي؟ يعني ماشي شي بليه اللي سلبيه، بليه ايجابيه، ولكن كتولي سلبيه في واحد الحالات: ملي ما كتلبس البروتيج ديالك وما كديرش الكاسك ديالك وما كتحترمش السلامه الطرقيه، هنا كتولي سلبيه. المهم الحاجة الإيجابية الثانية أدرينالين. كيفرز أدرينالين بزاف، واش فهمتي؟ يعني كتولي شوف كتركز على بوان وحدة في الطريق، لومبرياج في يديك، مفران كتقحاضي موطورك، فهمتي؟ يعني كتنسى كلشي، كتبقى مركز عا مع الطريق ومركز عا مع المناظر اللي كتمشي بهم في الطريق وبديك السرعة اللي كتكون غادي. واخا تكون غادي محترم السرعة ديال الطريق، ولكن كتبان لك انت بانك راك في موطور ماشي بحال الطوموبيل. الطوموبيل كتكون مخشي الجاج، فهمتي؟ موطور غير في الهواء، فهمتي؟ واحد ادرينالين واعر، كتبقى تشوف هنا المناظر هنا، يعني داكشي زوين. هذه الحاجة الثانية. ندوزو لإيجابية أخرى. عندك كتلاقى مع ناس، كديروا جروبات ديال المواطر، تخرجوا من بعضياتكم يعني، وكتخلقوا واحد الجو زوين. زائد الإيجابية أخرى عاوتاني كينقلك من بلاصة لبلاصة لواحد المدة اللي نقدر نقول لك أسرع من الطوموبيل، واش فهمتي؟ هاد الطوموبيل تقدر تبقى تستنى الزحام ولا خا، الموطور لا، واش فهمتي؟ زائد كيلاقيك مع ناس زوينين، دي جروبات ديال المواطر بحال هكا كيخرجوا وصافي. يعني واحد الفيلينغ زوين، واش فهمتي؟ يعني واحد الاحساس زوين ما غتجبرش بحالو في شي بليه اخرى، ولا واخا تكون كتسوق طوموبيل ما غتحس بحال اللي كتسوق الموطور، واش فهمتي بغيت نقول لك؟ ومن اكثر حاجه كتعجبني انايا وبزاف ديال لي موطور ماشي غير انا، أه كيخليك الناس كيفاش كيشوفوك في الطريق. انا ما كنهضرش على اللي ما كيلبسوش الكاسكات، على اللي كيلبسوش البروتيج ديالهم. انا كنهضر على الناس اللي كتلبس البروتيج والكاسك، يعني محترمه القوانين ديال الموتور كاملين. اما دوك اللي كيلبسوا الصنادال والسروال الجين وخارج لك الموتور والشورت ولا، فهمتي؟ انا ما كنهضرش على هذوك، انا كنهضر على اللي كيلبس البروتيج كامل. واش فهمتي كيفاش الناس كتشوفو في الطريق؟ واش كتعرف اخويا ولا اختي كيفاش الناس كيشوفوك في الطريق ملي تكون لابس البروتيج كامل ديال الموتور بالكاسك ديالك؟ راه هيبه، واحد الهيبه غادا في الارض، راه ما يمكنش، واش فهمتي؟ وهذه من اكثر حاجه كتعجب لي موطار. لي موطار الناس اللي كيفهموا في الموطر اكثر حاجه كتعجبهم هي هذه. واحد كيكون غادي في الطريق لابس البروتيج ديالو والكاسك ديالو، عرفتي كيفاش كيبان؟ راه واحد اش غنقول لك، ماشي عادي وحق الله. وهذه من الايجابيات ديال الموطر، فهمتي؟ هذه من الايجابيات ديال الموطر. يعني كيعطيك واحد الشخصيه وواحد الصوره زوينه للناس اللي كيشوفوك في الطريق. صافي الايجابيات ديالو معروفين، واش فهمتي؟ يعني هادشي اللي قدرت نقول لك انايا، راه كلشي عارفو وتقدر تكون ما عارفوش ولا شي حاجه، المهم ما علينا. دابا ندوزو للسلبيات ديال الموطر. نبداو باول سلبيه اللي هي اللي كيهضروا عليها كلشي، هي اكثر وحده: الحوادث والزلاق في الطريق والكسايد وبزاف ديال الحاجات. هادشي هذا شنو كيكون سببو حاجه وحده اللي هي التهور. بحال اش نقول لك شنو هو التهور؟ اسيدي انا غادي نسوق موتور سبورتيف، غنمشي ب1000 في الماكينه، راه ما لابس لا بروتيج لا كاسك لا والو، غادي ب1000 في الماكينه. علاش غنركب انا في داك الموتور؟ راه غادي نمشي نقشر راسي، واش فهمتي؟ غنمشي نتعحر، ماشي غادي نمشي نسوق الموتور باش نفوج به ولا شي حاجه. واش واحد لابس صنداله وصايق لك الزيت ميل، واش كتدخل العقل ولا ما كتدخلش العقل؟ راك صايق 1000 في الماكينه، راه طيح بيك بشيتي، راه تفرقع غير السنسله ديال الموتور وانت ما لابس البروتكان في رجليك، راه مشات رجلك. عشان مشات؟ واخا تكون لابس برديله راه مشات رجلك. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ ملي تبغي تركب شي موتور سبورتيف ولا اي موتور كما كان، حاول تلبس الملابس الواقيه، فهمتي؟ يعني الحاجه اللي غتجنب لك الخطر وغتجنب الاضرار. علاش؟ حيت انت اخويا ولا اختي فاش كتركب في داك الموتور وكتعطيه واحد الصوره للناس، راه ماشي كيقولوا عليك انت اللي خايب، كيسموه في الموتور كاملين وكيقول لك الموتور كيدير وكيدير وكيدير. راه ماشي الموتور اللي كيدير، راه انت اللي كدير، حيت انت ما لبستيش البروتيج ديال الموتور وما لبستيش اللباس ديالو وما درتيش بالسلامه والطرقيه ديال الموتور، واش فهمتي؟ واحد صايق لك الكاوزاكي زد 800 ولا صايق لك كتجبر ما لابس البروتيج لا والو لا كاسك لا والو، مع من غتهضر؟ غتموت ولا توقع لك شي حاجه ما غيسميوهاش فيك، غيقول لك الموتور خايب، الموتور قتل، واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟
السلبية الثانية عندك بعض شي مواطر ما كيكونش فيهم الABS، ديك الساعة تقدر تبقى تسلق في الطريق ولا شي حاجة بحال هكا، هاديك خصك تكون ضروري عندك الABS في الموتور باش تتفادى هاد الحوادث. السلبية الثالثة عندك أسيدي الطقس، إذا كانت كطيح الشتا فنسى شحال تمشى الموتور، تقدر تخرج عادي ولكن تشكل خطر على راسك وصافي، حيت انت عارف جوج روايض غادا في الأرض ماشي هي 4 الروايض بحال الطونوبيل، والشتا كطيح جوج روايض راه شي رون-بوان ولا شي حاجة غتصدق زالق الله يحفظ ولا يوقع لك شي حاجة. يعني السلبية اللي قلت لك دابا هي الطقس، يعني ما كان الثلج، الشتا، الريح شوية تقدر، ولكن الشتا ولا الثلج بحال هكا داكشي كيزلق، فكون هاني أنك ما تسوقش الموتور مرتاح. السلبية اللي موراها، هاد السلبية هادي مكتركزش على الشخص اللي كيسوق الموتور بزاف حيت كتكون كتعجبو، الناس اللي دايرين بيه تقدر تكون مكتعجبهمش، اللي عرفت شنو كنهضر عليه، الصوت ديال الموتور يقدر يخلق إزعاج للناس، يقدر يخلق إزعاج للسكان، بزاف ديال الحاجات، ولكن الموتور اللي كيسوق الموتور اوف كورس غادي يعجبو فهمتي، يعني داك الصوت كيكون زوين وجبرو شاري الموتور على داك الصوت فهمتي، ولكن الناس كيكون مكيعجبهمش هاد الصوت حتى الموتور خصو يحترم واش فهمتي، يعني تفوت 10 د الليل 9 د الليل صافي تخرج الموتور مدربكم خرجوا بالسكات، حتى توصل للطريق الساعة ديماري هما اللي ترجع دخلوا بالسكات واش فهمتي، هادي بالليل، بالنهار كيكون كلشي فايق ما كاين اللي يدوي معاك. السلبية الأخرى ديال الموتور عندك الكونسوماسيون، ليسانس تيكونسومي بزاف، أنا سقسيت واحد خونا قال لي مشيت من من المحمدية، طلع من المحمدية حتى للحسيمة، عنده البي ام دبليو اسمي الاخ شحال خسر على هاد ليسونس؟ 1000 درهم ديال ليسونس، كل ستاسيون كيخسر 200 درهم حيت البادجي ديال الموتور ما كيفوتش 200 درهم، 200 230 250 صافي باش فهمتي، يعني غتبقى دابا تاخد دي ستاسيون، المهم نقول لك من طنجة لكازا غتخسر واحد 1000 درهم 1200 درهم 1100 درهم على حساب الموتور واش فهمتي، ماشي انا كنقول لك هذا اللي كنهضر عليه انا بي ام اسمي الاخ هذا الموتور هذا من طنجة لكازا 1200 درهم 1000 درهم، يعني ضرب ال 1000 درهم الفوق ديال ليسونس واش فهمتي، هذا الاسم انا شي موتور اخرين يقدروا ما يكونسوموش بزاف، عندك بحال سي بي ار 600 هذيك ما غاديش كنظنش انها تكونسومي توصل حتى لديك ال 1000 درهم بحال هكاك، مينيموم توصل لديك 700 600 تقدر تفوت 600 كاع واش فهمتي، يعني يعني السلبيه اللي قلت لك دابا انا هي كونسوماسيون، زائد السلبيه اخرى اذا كان شي موتور على قد الحال فراه تبقى دابا ساعه غادي للميكانيك، تبقى هنا دور هنا دور هنا دور هنا، هادشي عند هذا هادشي عند هذا هادشي عند هذا، تقاد هنا تقاد من هنا تقاد من هنا، عجبرك ياكل منك الفلوس بزاف، علاش؟ حيت داك الموتور كيكون مدكدك، والنصيحه ديالي اللي نقول لك ديك تشري شي حاجه مستعمله حاول تقلب على شي حاجه نقيه شي حاجه زوينه واش فهمتي، ما تقلبش على داك الحطب واش فهمتي، شي حاجه غير بنادم باغي غير يبيع واش فهمتي، الشري ما عنده شي حاجه زق واحد الفيها واش فهمتي. وقبل ما ننسى الموتور ضروري غتكون عاد شحال نقول لك تشد بعدا واحد القدر ديال الفلوس غتبقى تحطو له غير هو بالعام واحد مينيموم واحد 3 ولا 4 المليون، ولا إذا كان عندك شي موتور يعني باقي جديد مايك شي حاجة يعني ما تخسرش فيها فلوس بزاف، شي 2,5 مليون، هادي فين كتمشي غير في الفيدونج، الزيت الفران، التخربيق ديالو كامل، ماشي 2 مليون، 2 مليون قليلة صراحة، شي 3 ولا 4 فهمتي، يعني كيكونسوميو بزاف. هاد اللعيبة اللي قلت لك أنايا على ما كتنطابق على داك اللي كيخرجوا بزاف واش فهمتي، انت ما كتخرج في الموتور بزاف 2 مرات في السيمانة ولا 5 د المرات في الشهر ولا 10 د المرات في الشهر، فهذا ما كاينلاش فهمتي، يعني ما تكونسوميش ما غياكلكش فلوس بزاف واش فهمتي اش بغيت نقول لك. صافي هادو هما السلبيات والايجابيات ديال الموتور، هادو اللي معروفين بزاف واش فهمتي. النصيحة ديالي اللي بغيت نقول للناس اللي كيركبوا الموطر، عافاكم عافاكم احترموا السلامة الطرقية ولبسوا البروتيج ديالكم، الكاسك ديالكم، الملابس اللي غيحميوك من التضررات في الطريق، حيت علاش؟ حيت اخويا ولا اختي فاش كيموت شي واحد راه ما كيقولوش هذاك خونا سبب راسو باش مات، ولا لا كيسميوه في الموتور، واخا كيكون الغلط ديالو هو غادي عمرو ساق موتور غادي منقز لك الالف في الماكينه وكيموت فهمتي، كيقول لك قتل الموتور صافي، سماوها في الموتور كاملين سماوه في الموتور خايب صافي، مشات عليهم موتور خايب، يجي شي ولد بابا بغيت ندير موتور بغيت ندير لاولدي موتور خايب موتور كيقتل، راه ماشي الموتور اللي كيقتل، راه خونا اللي راكب هو اللي كيقتل راسو. وانا ما كنهضرش على دوك واحد 30% واش فهمتي، 30% شكون هما داك اللي كتجيهم حوادث غير مباشره، كيكون غادي حتى كيدخل فيه شي رموك ولا كيزلق
الغلط ولا شي حاجة، هادو ما كنهضرش عليهم أنايا، يعني أنا العمل كنهضر على المتهور، واش فهمتي، اللي ما كيحترمش السلامة الطريقية، اللي ما كيديرش بحسابه أنه راه تقدر توقع ليه شي حاجة، واش فهمتي، هادو اللي كنهضر عليهم أنا. مي هادوك اللي كتوقع لهم شي حاجة مكتابة راه مكتابة، هو راك شوف كلشي مكتوب، ولكن كاين شي وحدين فهمتي كتكون مسكين غادي ما بين معليش كتوقع له شي حاجة كيموت. وصافي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، نحاول نجمع لكم السلبيات والايجابيات، واللي مكتبها لك الله هي اللي غتعيش، واحترم السلامة الطرقية. تهلا.